أدرك هرقل إن مجدافه قد انكسر، فنزل إلى أقرب شاطئ ومعه حامل سلاحه، وافترقا. ذهب هرقل للغابة ليصنع مجداف من الغابات، وذهب حامل سلاحه ليحضر بعض الماء العذب من النهر، ولكنه قابل حورية بحر شريرة سحرته فتبعها إلى الماء وغرق. انفطر قلب هرقل لأنه لم يجد صديقه، ورفض أن يصحب بقية الرجال في الرحلة، فانقسم الرجال إلى فريقين. الفريق الأول يريد تركه في الجزيرة واستكمال الرحلة، والفريق الآخر أرادوا انتظاره. وأصبح الموقف على متن السفينة متوترا، إلى أن ظهر لهم مخلوق خرافي طمأنهم وأخبرهم أن هرقل قدر له أن يبقى في هذه الجزيرة ليقوم بمهام أخرى. فمضوا في طريقهم بعد أن تركوا واحدا منهم